بصي بقى يا ست البنات، هنعمل احلى عصير اناناس فريش زي بتاع المحلات بالظبط. معانا الاناناس كده هنقطعه لمكعبات صغيره، وبعدين على طول هنحطه في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. نحطه في الخلاط وبعدين نحط عليه السكر على حسب الرغبه، على حسب ما انتي تكوني عايزه السكر بتاعه ايه. وبعدين نضيف عليه الميه. لو عايزه بقى تضيفي في الوصفه دي كمان مكعبات تلج هتنفع جدا وتبقى حلوه. وبتبقى جميله جدا بمكعبات التلج. احنا هنحط الميه وبعدين دلوقتي هنضربه بقى في الخلاط كويس جدا. وبعدين كده خلاص انا ضربته. هبتدي بقى كده دلوقتي اصبه في الكوبايات، ولو عندك مكعبات تلج هنحط مكعبات تلج في قلب الكوبايات كده. وبألف هنا وشفا احلى عصير. احلى عصير اناناس زي بتاع المحلات بالظبط.